هناخد بقى حاجه ثانيه اللي هو مثلا تركيب الكانولا دي. عايزين نركبها عشان تشوفوها. انا بالنسبه لي ممكن اركبها في اي جزء في جسمي، اوريدته كتير، اركب فيها شمال يمين فوق تحت مش هتفرق، تحت هنا فوق هنا مش هتفرق، اماكن تركيب الكانولا في الرجل عادي شغال. طب ازاي بقى؟ اقول لكم معلومه، ما ينفعش حضرتك تيجي تركب لي كانولا وابدا اشوف دراعه ماشي بس انا هركب فوق. يعني انت مش عاجبك الجزء ده كله ليه تركب لي هنا اول حاجه؟ غلط. غلط. ليه غلط؟ لان حضرتك لازم تبدا من تحت، من تحت وانت طالع وانت طالع. لانك انت لو بدات من تحت والجزء ده بالنسبه لك ربشر، جيت تركب الكانولا والكانولا ربشرت منك، فالدنيا هتبقى بالنسبه لك ايه؟ الدنيا هتبقى بالنسبه لك ان الكانولا ربشرت هوبا خلاص. امال انا اعمل ايه بقى؟ قال لي لازم اعمل ان انا ابدا بالجزء ده وانا طالع. وانا طالع ازاي؟ ابدا بالجزء ده وانا طالع. لاني انا لو بدات من الجزء ده فاوردته والوريد ربشر، الحته دي مش هتربشر مني. مش هتربشر يعني ايه؟ يعني مش هتخرج بره الوريد. تمام؟ مش هتربشر مني، فاصبح الجزء ده حي معايا شغال. اما لو حضرتك عيد اخر ثانيتين. ماشي. انا دلوقتي لو بدات تاني هقولها تاني، لو بدات اركب كانولا بالنسبه لي في الجزء ده، اركب كانولا في الجزء ده من فوق ولا من تحت الاول؟ هقول لك ان انا لازم ولا بد ابدا من تحت الاول. ايه السبب؟ السبب ان لازم عما تبدا من تحت مش هتاذي اللي فوق. ازاي؟ ان الكانولا لو جيت ركبتها هنا والكانولا ربشرت يعني ما نفعتش، يعني خرجت بره الوريد، ساعتها انا الجزء ده معايا اعرف اركب فيه. طيب اما انا لو جيت ركبت من فوق على طول والجزء اللي ركبت فوق فيه ده ربشر مني، يعني الكانولا خرجت بره الوريد عندي، ساعتها مش هعرف اجي اركب هنا. ليه؟ لان الجزء ده ربشر فالوريد ده باظ، ساعتها لازم اسيبه لانه حصل فيه مثلا اديمه او حصل فيه اي حاجه، فساعتها لازم اسيبه. لازم اسيبه. لو ركبت هنا يعني كل الفلويد اللي داخل هنا مش هيعرف يمشي بالمسار بتاعه الطبيعي لان حصل ربشر هنا. تمام؟ زي ما يكون عندك خرطوم ميه، خرطوم الميه اللي عندك ده لو انا جيت مثلا ده خرطوم ميه وانا جيت خرطوم الميه ده حصل فيه قطع، القطع لو حصل من هنا من هنا من الجزء الاخير ده حصل من هنا هيأذي اللي فوق؟ لا مش هيأذي اللي فوق. اما لو القطع حصل من هنا على طول ده خد معاه اللي تحت معاه في سكته، خد اللي تحت معاه في سكته، فما ينفعش. هنبدا منين؟ من هنا الاول. هنبدا منين؟ من هنا الاول. نيجي نشوف بقى هو عنده اورده، ابدا اعمل ايه؟ طبعا قبل اي حاجه في الدنيا علشان تدي حقن او تركب كانولات او حتى تقيس ضغط، بس بالنسبه لنا اهم حاجه عندنا ايه؟ تركيب الحقن، قصدي تركيب الكانولات واعطاء الحقن. لازم اول حاجه تعقم ايدك، لازم هاند ووش، اغسل ايدي بميه وصابون ابسط حاجه، وارتدي جلوفز، ارتدي الجلوفز بتاعي عشان خاطر احافظ على سلامتي، عشان الدم بتاعه ما يجيش على الدم بتاعي مثلا. تمام؟ وبعد كده انا بشرح له بقول له والله يا استاذ انا هركب لك كانولا، تمام؟ فاستحمل معايا مثلا. زي مثلا اعطاء الحقن، في تكنيك صغير بندي مثلا حقن العضله عشان خاطر ايه؟ الشخص ده ايديه خفيفه. ازاي؟ ايدك خفيفه علشان خاطر لما اجي ادي الحقنه اقول لك يا عم الحاج خد نفس معايا، مجرد هو بيعمل كده ياخد نفس بكون شكيته، هو ايه؟ اتلهى في النفس ونسي ان انا شكيته، ايديه خفيفه. فنفس النظام هنا ببدا اشرح له والله انا اشوفك شكه واحده عشان مش عاوز اشوفك كتير، فاستحمل معايا ما تشيلش ايدك مني، هذا كانولا بسيطه وهكذا. ادي اول حاجه اهو، انا عملت هاند ووشنج بتاعي الجميل، غسلت ايدي، ظبطت دنيتي، هبدا مثلا اهو لبست الجلافز بتاعي الجميل، مجرد ما لبست الجلافز بتاعي مجرد ما ابدا ايه؟ اشتغل اهو. انا كده لبست الجلافز. طيب انا بقفل بايه؟ المفروض انا بقفل بالتورنيكيه، التورنيكيه ده عامل زي حزام بيجي هنا بيتربط عشان يقفل على الحته دي علشان خاطر ايه؟ يضغط الدم هنا اعرف اركب الكاميرا. طبعا انا ما عنديش تورنيكيه، فحاجه بسيطه كده زي الجلافز اهو. وهبدا ايه؟ اشتغل. انا بخنق في الحته اللي قبل المنطقه اللي انا هركب فيها علشان الدم كله يكون متواجد معايا هنا والاورده تظهر وابدا اركب هنا. طيب بقول لك يا استاذ اقفل كده وافتحها، هيفضل يقفل ايده ويفتحها معايا
الوريد ظهرت، اقفل ايدك وافتحها، ما تقفلهاش. ماشي، اقفل ايدك بقى اهو كده، قفل ايده بقى خلاص. ليه؟ لان انا جبت الوريد. اوعى تنشف ايدك. شوف انا بفضل اقول له ايه الكومنتات بتاعتي علشان خاطر ما اذيهوش وعشان اشك شكه واحده وخلاص. فانا بالنسبه لي اهو المفروض يكون معايا حاجه اسمها اسواب. اسواب يعني ايه؟ يعني مثلا لو ما عندكش اسواب دي اصلا بتكون عباره عن حته فيها كحول كده اطهر بيها المكان ده. ما عندكش اسواب بيبقى عندك قطن بكحول، قطن بكحول عشان خاطر ايه؟ اطهر المكان ده اللي هخش فيه. دي الكانولا بتاعتي. الكانولا اللي ليها انواع كتير، دي بالنسبه لنا اصفر، في بنفسجي وفي اخضر وفي ازرق وهكذا. ده بالنسبه لنا طبعا عندنا الاصفر. الاصفر بتركب للاطفال، تمام؟ اصفر يعني الاصفر بتركب للاطفال. امال ايه احنا بنركب له ايه؟ قلب بالغيب ويركبوا طبعا لنا ازرق بقى واخضر والكلام ده. ما علينا، دي اللي موجوده معانا دلوقتي. فابدا اركب الكاميرا. الكاميرا بالنسبه لي اهي هتتركب، فانا هخش في الوريد. يا عم اعتبرها حقنه، اعتبرها، انا بقول لك اهو اعتبرها حقنه بتركب، بتدي حقنه. وانا قلت لك الاي بي بتديك زاويه كام؟ 25. بزاويه كام الاي بي؟ قلت بتديك زاويه 25 اللي هو الانترافينوس، فاعتبرها حقنه واديها بالزاويه دي، تمام؟ بس هي لها تكنيك معين. تكنيك انا بخش وبعد كده بكمل جزء بسيط واطلع الجزء، لان الكاميرا عندنا هي عباره عن ايه اصلا؟ الكاميرا عندنا عباره عن ايه؟ ده اللوك بتاعها اللي هو معنى الغطا بتاعها، تمام؟ وفي عندنا جزئين، ده جزء النيدل اللي هو حته السن ده النيدل بتاعها، وده الربر اللي موجود، جزء البلاستيك اللي بيبات في قلب الوريد، ده الجزء البلاستيك اللي بيبات في قلب الوريد، تمام؟ امال ايه لازمته ده؟ لازمته ده ان ديت لما اجي اركب محلول او ادي حقنه او اي حاجه فبشيل دي احطها هنا المفروض، تمام؟ وبعد كده اهو قفلت دي تاني مثلا يعني. فانا رجعت كل حاجه مكانها تاني اهو، رجعت كل حاجه مكانها عشان ما تتلوثش مني اهي، كل حاجه رجعت مكانها. طيب خلي بالكم السن هنا بتاع الكانولا دي شطفه. السن دي شطفه زي اي سن حقنه دي شطفه. الشطفه دي ما ينفعش تركب الكانولا تكون الشطفه دي لتحت، دايما الشطفه دي وشها لفوق. الشطفه دي وشها ايه؟ لفوق. طيب انا هبدا اركب الكاميرا. شايفين انا ماسك الكاميرا ازاي؟ الكاميرا ماسكتها اهي معايا اهي. انا هبدا اهو، تمام؟ هبدا كده بايه بقى؟ بايدك تمام. هو قافل ايده زي ما قلت لكم كحول او اسواب او اي حاجه، واهو عملت كده. انا هبدا اهو اقول له هات يا عم يلا. انا هبدا اخش. شايفين انا دخلت في لقطه دم معايا، طلعت اهو. لو انتوا تلاحظوا في دم عندي طلع منه اهو، يعني انا في المكان الصحيح. ابدا افك بقى التورنيكيه بتاعي ده عشان بقى ايه ملوش لازمه خلاص، تمام؟ وابدا اعمل ايه بقى؟ قال لي هبدا اخش بالايه؟ بالربر واشيل. ابدا اخش بالربر، اسحب النيدل، الربر اسحب النيدل، هوبا انا عملت اهو. طب ده بقى اعمل فيه ايه؟ ده فرغه خالص، الدم طالع اهو، طبعا عاوز احوشه. ده بيكون موجود في ايه؟ الغطا بتاعه. الغطا بتاعه بقى اقوم جاي اقوم مغطي الكانولا، والكانولا كده بالنسبه لي اتركبت، وابدا اثبتها بالبلاستر بتاعي الجميل. بحط قطعه بلاستر هنا، قطعه بلاستر هنا، كده بالنسبه لي الكانولا ايه؟ الكانولا ركبت واتثبتت. الكانولا لما تيجي تركب فيها او فيها اي فلويد، لو تلاحظوا ان هي جايبه دم معايا اهي، زي ما قلت لكم الدم بالنسبه لي ده يعني الكانولا راكبه صح. طيب الطريقه دي انا لو عاوز افتح الغطا بتاع الكانولا عشان ادي بقى حليب، ادي حقنه، بحط بايدي هنا الجزء ده كده اهو. شايفين الجزء اللي انا دخلت فيه مكان السن ده كده اهو؟ بحط صبعي ده واقفل جامد وارفع ايده، هقوم جاي حلل الغطا. لو شايفين مفيش دم ايه طالع، ليه؟ لاني انا بالنسبه لي رجعت الدم وحابس الدم بايدي. كمان لو سبت ايدي وقلت له انزل بايدك شويه، لو تلاحظوا الدم بيرجع، فلازم اقفل بسرعه عشان الدم ما يقعش. والغطا معايا تاني اهو، وانا كده قفلت تاني. وعلى فكره كمان لو انتوا بصيتوا للجلافز بتاعي ما فيهوش دم خالص، تمام؟ فعلشان كده دلوقتي انا قفلت والكاميرا متثبته صح بالبلاستر بتاعي الجميل. في تكنيك كمان، الكاميرا دي اصلا عندنا بتكون مدتها قد ايه بقى؟ الكاميرا دي بتكون مدتها بالنسبه لي 3 ايام. 3 ايام يعني كام ساعه؟ يعني بالنسبه لي بتكون 72 ساعه. بتكون كام؟ 72 ساعه. طيب انا ممكن اغيرها قبل 72 ساعه؟ ليه؟ قال لي ممكن اغيرها قبل 72 ساعه لو حصل هنا كده بالنسبه لي حاجه اسمها سويلنج، يعني حصل تورم في المنطقه دي. ادي اول حاجه. تاني حاجه حصل احمرار، ريدنس، احمرار حوالين المنطقه دي. تاني حاجه لازم تتغير ساعتها. تالت حاجه لو حصل تحس انها متلوثه بمعنى صح وسخه، فساعتها لازم اغيرها عشان احافظ على الانفكشن ده، فتحه العدوى بتاعت الجزء ده. طيب دي بالنسبه للكانولات.
طب انا لو كده ركبت محلول وسبت المحلول وهوبا جيت بعد 8 ساعات اركب محلول كمان، لقيت هنا كده الدم ده متجلط، تمام؟ فلازم نعمل حاجه اسمها فلاشنج للكانولا. بعمل فلاشنج للكانولا، انت ليه جبت المحلول مش هيشتغل معاك، فلازم نعمل حاجه اسمها فلاشنج. بجيب السرنجه بالصلاين وافلش الكانولا وابدا اركب المحلول بتاعي يشتغل. وزي ما قلت لكم الجزء ده اهميته، باخد الغطا بحطه هنا اثناء ما المحلول ايه شغال. طيب انا هعمل بقى اوف للمين للكانولا دي. للاسف مفيش قطن، فالمفروض اصلا بيكون معايا حته قطنه عشان اعمل اوف للكاميرا دي، واقوم جاي حاطط حته القطنه فوق البلاستر واعمل ايه حته قطنه في التنديل. ادي بالنسبه لي دي القطنه، والقطنه هاجي احطها هنا اهو تمام مكان الشك اهو عشان الدم ما يطلعش مني، واجي اعمل ايه تاني؟ واجي اقوم جاي عامل اوف للكانولا اهي، وشكرا كده الكانولا اعمل لها اوف. وافضل ضغط هنا حوالي مثلا كده من ايه دقيقتين 5 دقايق الكلام ده عشان خاطر ايه ما يحصلش تزييف والدم يخرج. تمام؟ طيب ده بالنسبه لنا تركيب الكانولا. زيها زي الحقن، الحقن لما اجي اركبها برده بنفس التكنيك ده واجي اسحب، اهم حاجه تسحب عشان تتاكد انك انت في الوريد، تسحب معاه الدم وترجع بقى ايه تدي الحقنه بتاعتك كده تاكد انك في الوريد. طيب زيها زي حقن العضل، بس حقن العضل اللي هو الانترا ماسلز بيتاخد بزاويه 90. طب بزاويه 90 يا عم الحاج خد نفس، خد النفس شكيت وما حسش بايدي، ايدي خفيفه، بس خلي بالك ان زوايا حقن العضل في الاربع تربع، ودي العضله بالنسبه لي انا بقسمها 4 تربع، بدي في الربع العلوي اللي على اليمين ده، بدي في الربع العلوي اللي على اليمين ده في الجزء ده، بدي اهو 4 تربع، بدي في الجزء العلوي ده. فين في الجزء العلوي ده؟ في الزاويه البعيده في الجزء العلوي ده. نفس النظام برده في العضله الثانيه اليسرى بقسمها بدي في الجزء العلوي اللي اليماني. تمام؟ يعني انا 4 تربع اهم بقسمهم بدي في الجزء العلوي. اهم حاجه تسحب، في دم تطلع، مفيش دم ادي حقنه العضل، لو في دم تطلع، مفيش دم ادي حقنه العضل. ليه؟ لان في المنطقه دي فيها نيرفات، حضرتك لو جابت معاك دم ساعتها انت كده دخلت في النيرف، ساعتها ممكن تعمله شلل. فايه خلي بالكم من حته ايه الاي ايه في الجزئيه دي. ويا رب باذن الله تكونوا استفدتوا النهارده من الورشه. وطبعا انا برضو ما قلتش كل حاجه لان في اجزاء كتيره قوي محتاجه اصلا براكتيكال، انا حبيت بس اقول حاجات باختصار، وفي اجزاء كتيره قوي اصلا في الجزء النظري برضو ما اتقالش، يعني في برضو كسور وفي حاجات كتير قوي في الاسعافات الاوليه، لان الاسعافات زي ما قلت لكم ان هو بحر كبير بيكون فيه معلومات كتيره قوي 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 قوي. وان شاء الله اشوفكم على خير في اللقاء القادم.